فاكر لما كانت الشركة بتدفع لك فلوس بألوفات مؤلفة عشان تاخد كورسات وبعديها على طول تروح شركة تانية؟ زمان كنت ممكن تعمل كده عادي، لكن دلوقتي قانون العمل لسنة 2025 بيقولك لو الشركة دفعت عليك تدريب غالي ومكلف ممكن تكلفك فلوس كتير لو مشيت بدري يا برو. ليه؟ تعال أقولك. تعال. القانون الجديد بيحمي استثمارات الشركات في الحتة دي وبيحاول يحقق عدالة للكل. بصراحة القانون القديم لسنة 2003 كان بيشجع على التدريب وتطوير الموظفين وتطوير المهارات، وده شيء عظيم، لكن للأسف ما كانش فيه آليات واضحة في إنها تحمي الشركات من استغلال بعض الموظفين اللي كانوا بيستفيدوا من تدريبات غالية ومكلفة جدا على حساب الشركة، وبعدها على طول يسيبوا الشركة ويروحوا مكان تاني بالخبرات اللي هي عندهم الجديدة دي. فده كان بيسبب خسائر كبيرة للشركة، وأكيد هيقلل حماسها وهتحسب مليون حسبة لو استثمرت في تدريب موظفينها. لكن في قانون العمل الجديد رقم 14 سنة 25 جه علشان يحقق التوازن ويحمي استثمارات الشركات وفي نفس الوقت يشجع على التدريب الحقيقي والموجه لتدريب الكفاءة. التدريب استثمار مشترك بحماية قانونية، فالقانون الجديد بيشجع بقوة على الشركات انها تستثمر في موظفينها وتطور مهاراتهم كمان المتخصصة والمكلفة زي الكورسات الدولية او الدبلومات المهنية اللي بتضيف قيمة للعامل وللشركة. وده لأن الموظف كده هتزيد فرصته في الترقي والتطور الوظيفي، والشركة هيرجع عليها زيادة في الإنتاجية وكفاءة في الموظفين. لكن هنا بقى المفاجأة ونقف لحد هنا، علشان الشركة لو اتكلفت تكاليف تدريب مهني كبير وساهمت في تطوير قدراتك بشكل كبير لدرجة تأهلك لمهام أعلى أو خبرات نادرة، اشترط القانون على حاجة إن يتحدد ده بوضوح في قانون العمل أو في اتفاقية تدريب منفصلة. الاتفاق ده لازم يحدد المدة الزمنية المفروض العامل يفضل فيها في الشركة بعد ما يخلص التدريب، ويحدد بوضوح قيمة التدريب وشروط استردادها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو العامل ساب الشركة قبل انتهاء المدة المتفق عليها، القانون هيسمح ان الشركة تطالب الموظف برد جزء من التكاليف التدريب اللي دفعتها. يعني الموضوع مش هزار، وما بقاش فيه استنزاف لاستثمارات الشركات، ولازم كل الأطراف تكون واضحة من الأول. الشفافية والتوثيق هما مفتاح الحماية، فالقانون بيشدد على ضرورة أن يكون كل شروط التدريب والالتزامات المترتبة عليه واضحة وصريحة، وأكيد ده يكون في العقد ومحدد التكلفة والمدة الزمنية للالتزام بالعمل بعد التدريب. وده بيحمي الطرفين من أي بقى مفاجآت أو نزاعات قانونية مستقبلية. فأصحاب الأعمال ومسؤول ال HR عليهم مسؤولية كبيرة دلوقتي في وضع خطط تدريب وتوثيق كل تكاليفها بدقة، فده هيضمن حقوق الشركة وهيتجنب من أي مشاكل قانونية. وصياغة عقود التدريب أو بنود التدريب في عقود العمل لازم تكون بمنتهى الوضوح والدقة، مع تحديد قيمة التدريب ومدته وشروط استرداد التكلفة في حالة عدم التزام الموظف. أحب أقول لك يعني من الآخر القانون بيشجع على برامج التدريب المستمر اللي بتساعد الموظفين على تطوير مهاراتهم بشكل دايم، وده مش بس يستفيد منه الموظف نفسه في مسيرته المهنية، ده كمان بيخلي الشركات عندها كفاءات عالية تقدر تنافس بيها في السوق وهتتأقلم مع التطورات والتغيرات السريعة اللي بتحصل دلوقتي في سوق العمل. فالاستثمار في التدريب دلوقتي بقى حماية لأي بزنس، والقانون الجديد شجع التدريب استثمار للطرفين، واعرف حقك وإيه اللي ليك وإيه اللي عليك علشان ما تخسرش. والاستثمار في تدريب الكفاءات بقى أكتر أمان وعدل للكل. فاعمل لي فولو بقى.